بسم الله الرحمن الرحيم. هنحضر النهارده ان شاء الله مع بعض الزبادي. كل سنه وانتم طيبين. معايا هنا كيلو حليب، معايا علبه زبادي. هاتي الزبادي اللي يعجبك، انا ما لقيتش، بحب الزبادي البلدي بس ما لقيتش صراحه. هاخد منها معلقتين، هي تقريبا معلقتين. ده اللي فاض من المعلقتين، يعني الكوبايه دي ب7 جنيه اهي، مش مكمله 3 معالق كبار. حطيت هنا معلقتين زبادي، وده كيلو لبن فاتر زي دمعه العين كده، يعني مش سخن، لان بص انا ماسكه الحله بايدي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لان لو سخن قوي هيبقى لبن قاطع، مش هيبقى زبادي. هضربه في الخلاط وارجع لكم. لو عايزه تحطي سكر حطي. ضربته في الخلاط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حاطه ميه تسخن في الكتل، ومولعه كمان الفرن يسخن. الزبادي ده اول ما تصحي من النوم ان شاء الله كده تحضريه، عشان يبقى براحته يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت السلاطين اهي في الميه السخنه اهي، كمان الفرن سخن وطفيته. هحطهم بقى في الفرن. الزبادي ده بيقعد مثلا ايه، من 6 ل7 ساعات. الزبادي اهو بعد يعني حوالي 8 ساعات 7 ساعات. المفروض الزبادي اول ما نصحى من النوم نعمله عشان ياخد وقته معانا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الزبادي عامل ازاي، تحفه. كمان اوريكم كميه القشطه اللي عليه والوش. بصوا عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كميه القشطه اللي عليه. زبادي تحفه وانضف من اللي بره. شوفوا انا جبت الكوبايه الصغيره دي قد ايه، ب7 جنيه 3 معالق. ده كيلو حليب عمل لي ال6 سلاطين دول، كبار مش صغيرين. بصوا كميه القشطه اللي عليه. حبايبي كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.